الإغلاق الحكومي الgovernment shutdown سوف يبدأ خلال عدة ساعات في منتصف هذه الليلة 1/10/2025. سوف يتم غلق الحكومة الفيدرالية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق على قانون التمويل في الكونغرس الأمريكي. الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين هو على طبعا التأمين الصحي أوباما كير. الآن إذا لم يتم التوصل إلى هذا الاتفاق سوف تغلق الحكومة، وهذا سوف يؤثر على عمل الحكومة الفيدرالية. 750 ألف موظف في الحكومة الفيدرالية سوف يتوقفوا عن العمل بشكل يومي، وهناك 11 ألف موظف في سلطة الطيران ال FAA سوف يتوقفوا عن العمل، والTSA يعني إدارة تفتيش المطارات، والمراقبين الجويين سوف يعملون بدون رواتب. إذن هذا الغلق إذا يعني لم يُحَل خلال الساعات القادمة سوف تدخل الولايات المتحدة في حالة من الجمود. الجمود بالنسبة للسفر في المطارات، سيكون هناك إلغاء للرحلات، حالة ارتباك في المطارات سواء السفر الداخلي أو الخارجي بخصوص هذا الموضوع. طبعًا الخدمات طبعًا الفيدرالية الأخرى سوف تتأثر، حتى الوصول إلى اتفاق على قانون التمويل، وطبعًا تفادي هذا الغلق الحكومي.